ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يلا بينا بقى بكيلو دقيق، وتعالي اقولك نعمل ايه ونملى البيت خير ازاي. بكيلو دقيق بس هتقدري تعملي فطاير، تاخديها معاكي في رحلة، تبقى فطار للصبح، تبقى سندوتشات للعيال وهم رايحين النادي. حلوة خالص ومشبعة. يلا بينا نشوف الطريقة، بس ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب. معانا هنا المقادير بسيطة خالص زي ما انت شايفة ومتوفرة في كل بيت. زي ما انت شايفة معانا كيلو دقيق، والمقادير كلها هقولها لك واحدة بواحدة. هنا رشة الملح، معلقة البيكنج باودر، معلقتين لبن باودر، وهنحطهم على جنب. وهنبدأ في الخميرة. حطيت هنا بيضتين بلدي صغيرين يعني، او بيضة كبيرة. حطينا عليهم السكر، نص كوباية سكر على كوباية ونص لبن. نقلب كويس. معلقة الخل، رشة الملح، معلقة كبيرة خميرة فورية. كل المقادير هكتبها لك في صندوق الوصف. معلقتين زيت نباتي ما يكونش له ريحة. هنقلب كويس، وطبعا هنقلب المواد الجافة برضو كويس. وهننزل بالخميرة على الدقيق واحدة بواحدة كده. هتعملي فطاير خطيرة خطيرة يا جماعة، هشة وجميلة وسهلة. ولو انتي قبل كده ما اشتغلتيش في المعجنات، هتبقى هي دي اسهل حاجة ممكن تبدأي بيها. معايا هنا نص كوباية مية، يبقى كده كوباية ونص لبن زائد نص كوباية مية. ونعجن كويس يا بنات، عشان خاطر قبل ما تحطي سوائل تانية تبقي متأكدة. خلاص كده انا عجنت. بصي محتاجتش معايا مية تاني. كل دقيق يختلف عن غيره. حطي المقادير السايلة واحدة بواحدة، ما تحطيهاش مرة واحدة. هنا حطيت معلقتين زبدة عشان اكمل بيها عجن. العجن بقى مش هوصيكي، خديلك ربع ساعة عجن عشان ده عجن بالايد. زي ما انت شايفة كده العجن اللي بالايد بياخد وقت. نزلتها على الرخامة وقلت ما بديهاش، نشتغل بايدينا ونعجن. ربنا يخللنا ايدينا. العجين بقى يا جماعة بيحتاج وقت. ليه؟ عشان مادة الجلوتين اللي في الدقيق تبدأ انها تشتغل. اهو زي ما انت شايفة كده. مش لازم تهبدي زي ما انا بهبد، لا. لو ما بتعرفيش تمسكي عجين وتهبدي فيه كده وتشتغلي فيه، ممكن تيجي تشيليه يروح واقع منك. لا، اشتغلي على مهلك واعجني بالراحة. مش شرط تعجني جامد زي ما انا بعجن، اعجني بالراحة خالص خالص. انا فعلا ايدي ما بتستحملش العجن، ولكن انا حبيت ان انا اجيب لكم الطريقة بتفاصيلها وخطواتها واحدة واحدة، عشان تعرفي انك ازاي. وكنت بعجن واريح على فكرة، كنت بعجن واريح. يعني ما يعني ايدك وجعاكي اعجني شوية واستني شوية. ده حلو للدقيق، حلو للعجينة ذات نفسها. انك تعجني وتسيبي العجينة 5 دقايق وترجعي لها تاني تكملي عجن، ده خطير. ده اكتر حاجة بتخلي العجينة حلوة. زي ما انت شايفة هنا، بصي العجينة بقت ملسة وحلوة خالص. هحط معلقة زيت في الطبق وهرجعها الطبق تاني. زي ما انت شايفة بس. وادي حبايبي بعد ما خمرت زي ما انتم شايفين، خمرت ملت الطبق. فكيت العجينة من الخمر، وامسح الرخامة كويس. وهنزل العجينة بتاعتي عشان خاطر ايه؟ اطلع الهواء منها وابدأ اشكلها زي ما انا عايزة. هنا انا عندي هشكلها على 3 قطع 4 قطع زي ما انا عايزة. انا بصي بصيت لقيتها ايه، لا اعملها 3. ماشي. وانتي براحتك بقى، ايدك بتقدر تمسك قطعة قد ايه واشتغلي على قد ما بتعرفي تمسكي. خلاص انا كده بفرد بايدي الاول، مش بشتغل بالنشابة الاول. بصي الدقيق رايح جاي معايا، ما بيرجعش تاني زي الاستك، لا، حلو خالص.
هو دقيق سايب جميع الاستخدامات. هنا انا فردته ومسحته مسحة زبدة تكون طرية بدرجة حرارة الغرفة، وحطيت جوز هند وسكر وزبيب، ودي اول حشوة. تحفة يا جماعة، تحفة، مغذي جدا للاطفال، وبالذات جوز الهند والزبيب. حاجة حلوة وجميلة وما فيهاش اي يعني مش غالية، تقدري تعمليها بكل سهولة. وتفاصيل العجينة كلها لو تاخدي بالك من المقادير كلها موجودة في البيت. هنبدأ بقى نرول العجينة، نلف بالراحة كده عشان العجينة مطرح واحنا بنفرد ممكن تكون لزقت حتة منها في الرخامة، فناخد بالنا بالراحة واحدة واحدة. مش قادرة تعملي بايديكي، تجيبي اي حاجة مفرودة وتبدأي تسلكي بيها العجينة. بصي زي ما انت شايفة بلم العجينة وابدأ ان انا ارولها. بس شايفة العجينة لما لزقت انا عملت ازاي. انا على فكرة ماشية بالراحة، ده انا مسرعة الفيديو عشان ما اطولش عليكم الوقت، ولكن انا كنت شغالة بالراحة جدا. بصي زي ما انت شايفة واحدة واحدة، وبتحطي الطرف من تحت لو لقيتيه مش ماسك نفسه كويس. اهو زي ما انت شايفة. خلاص دي اول عجينة. تاني عجينة اهي، طبعا زودت الزيت، ممكن ترشي دقيق حسب ما انت عايزة، بس الزيت بيساعد العجينة تتفرد وفي نفس الوقت ما تنشفش. خلاص زي ما انت شايفة كده انا هبدأ افرد العجينة على قد ما اقدر انها ما تكونش سميكة عشان تبقى هشة. وادي تاني عجينة. تالت عجينة زي ما انتم شايفين عملتها بطريقة السينابون، حشيتها قرفة بالسكر باللي موجود بقى عندي، يعني انا مش هكلف نفسي. بس انت عندك بقى لحمة مفرومة حطي، عندك ميكس جبن حطي، عندك سجق معمول بخلطة كده وفلفل وكلام من ده حطي، زي ما انت عايزة براحتك. تحشيها مربى حطي، كل حاجة يا جماعة. ممكن صدقوني تعملوها بالزبدة وسادة وتتاكل بالعيش وتبقى روعة. على فكرة الفطاير دي بتخليكي برا ما تصرفيش كتير، بتخليكي برا بدل ما يا ماما عايز ساندوتش، يا ماما عايز، والحاجة اللي برا انت مش ضمناها. لا ده انت لو عملتي من الفطاير دي قبليها بيوم بالليل، عارفة انك خارجة وقبليها بيوم بالليل عملتيها، اولا بسيطة جدا بترمي كتير. يعني كيلو دقيق ممكن يخليكي مش ممكن هتاخدي كيلو دقيق كله. اهو بصوا يا جماعة، وادي بعد ما طلع من الفرن درجة حرارة 180، وروعة روعة يا جماعة، تحفة. بصي هشة من جوه ازاي، تحفة. وكانت طعمها جميل من غير حتى شاي، كانت تجنن يا جماعة. يا ريت الفيديو لو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، ويا ريت تشرفوا قناتي وتشتركوا فيها، ده شيء يفرحني. ومع السلامة يا حبايبي.